السلام عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الكيك كيجي لذيذ بزاف ومعلق بحال البراوني. الكيك صحي بدون سكر. فنمروا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا خليت تقريبا ربع لتر من الحليب. سخنته مزيان وكنوضع فيه التمر باش كيطلق شي شويه. هنايا استعملت 10 ديال الحبات ديال التمر، وليني النوعيه ديال السكري والحجم ديالو كبير، يعني بالنسبه للكيكه يكون الحجم ديالها كبير شويه. فهنا استعملت كيف قلت 10، تقدروا الا كانوا حبات صغار تستعملوا 20 حبه. هنا كنطحن داك التمر غير مع شويه ديال الحليب باش يطحن مزيان. من بعد كنضيف الكميه اللي بقات ديال الحليب ونعاود نطحن حتى كيطحن ليا مزيان هذاك التمر. من بعد غنوضعو في واحد الاناء باش نضيف ليه بقيه العناصر. غادي نضيف هنايا 2 حبات ديال البيض. هنايا عندي حبات كبار، تقدروا تضيفوا 3. غادي نخلط غير بخلاط يدوي. تقدروا يعني تضيفوا هاد المكونات هذه في الخلاط الكهربائي، يعني تكونوا طحنتوا فيه التمر تضيفوا فيه مباشره المكونات الاخرى. هنا من بعد ما كنخلط هذوك الحبات ديال البيض غنضيف واحد الكاس صغير ديال الزيت. تقدروا تستعملوا زيت الزيتون تجيبيها زوينه. هنايا مابقاتش متوفره ليا، ضفت غير زيت عاديه نباتيه. من بعد هنايا ضفت معلقه ديال دقيق الخروب ومعلقه ديال دقيق النابك ومعلقه ولا 2 معالق ديال دقيق اللوز. بالنسبه للنبق والخروب فهما اختياريين، انا ضفتهم غير باش يعني نستافد من الفوائد اللي فيهم. من بعد هنايا رانا ضفت 2 معالق الشوفان مطحون و2 معالق ديال الكوك وخلطت. من بعد عاود زدت 2 معالق ديال الكوك. هنا غادي نضيف الكاكاو. هنا ضفت المعلقه الاولى وكنخلط. شفت يعني كنشوف على حسب اللون اللي عطاني، بان لي اللون مازال شويه بارد، وزدت المعلقه الثانيه. هنايا انا غنعاود نضيف واحد المعلقه ديال الشوفان وغادي نخلط، يعني حتى كتشوفوا القوام ديال الخليط كيولي متماسك واحد شي شويه. راه كيجي ماشي ثقيل وماشي خفيف، كيف كتشوفوا القوام ديالو بحال هكذا. يعني انا في المجموع ضفت 4 ديال المعالق ديال الكوك اولا جوز الهند، 3 د المعالق ديال الشوفان، 2 معالق ديال جوز الهند ديال الكوك عفوا ديال اللوز. وهنايا في الاخير درت نسمت بواحد شي شويه د القرفه. رانا درت واحد 2 ديال الساشيات ديال البيكين باودر ومعهم واحد شي شويه ديال واحد المعلقه ديال الخل. صافي خلطت المكونات كلها. من بعد زدت واحد شي شويه ديال بيبي شوكولا، ومن بعد هنا زدت واحد شويه ديال الكركاع ولا الجوز كنقطعو غير بيديا بحال هكذا باش تجي ديك القرمشه في الكيك. من بعد ما من كنبغيو نتناولوها. هنايا غادي ناخذ الطاوه اللي غندخل الفرن. كنستعمل هذه ديال الزجاج، كنكون دهنتها بالزبده ولا بالزيت ورشيتها بواحد شي شويه ديال الشوفان. تقدروا تدهنوها غير بالزبده. كنفرغ فيها الخليط ومن بعد كنزينها على حسب الرغبه. انا زينتها بشويه ديال الكركاع اولا الجوز، وغنزيد ليها واحد شي شويه ديال بيبي شوكولا. من بعد كندخلها طيب عادي بحال الكيك، بحال اي كيك، يعني كطيب من التحت حتى كتنشف الكيك. كنحمرها من الوجه ديالها. الكيك ديالي راه طابت وجات على هذا الشكل. راه كتجي لذيذه بزاف ومعلقه، ما تشبعوش منها، بحال هكا تاكلوا البراوني صحيه. نتمنى ان هذه الوصفات تنال اعجابكم وانكم تجربوها وتاكلوها بصحه وراحه.